السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا مكملين في حاجة مسكرة للشتاء، ويلا قومي تشجعي واعملي حاجة مسكرة لأولادك علشان الشتاء اللي احنا فيه طبعا بيحب الحاجات المسكرة. وهتطلعوا الجمال ده كله من كوباية ونص دقيق. قومي تشجعي يلا واعملي الجمال ده كله. بس قبل ما تكملي الفيديو اعملي لايك وشير وسبسكرايب للقناة لو أول مرة تشوفي القناة. وياريت تقوليلي بتتابعيني منين علشان أكيد حاجة هتفرحني. أول حاجة هنسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أول حاجة حطينا كوباية من المية عليهم كوباية ونص سكر علشان هنعمل الشربات. أول حاجة هنحضر لها شربات علشان الشربات يبقى بارد. حطينا كوباية ونص سكر عليها كوباية من المية، وعشان هننزل عليهم بعسل كلوكوز. لو مش عندك عسل كلوكوز هتزودي شوية سكر كمان. في حلة تانية على النار حطينا كوباية ونص من المية عليهم معلقتين من السكر ومعلقتين كبار من الزيت. يبقى كوباية ونص مية عليهم معلقتين كبار من الزيت ومعلقتين كبار من السكر على نار هادية زي ما انتوا شايفين. هنرجع بقى تاني للشربات، زودنا معلقة كبيرة من عسل الكلوكوز وهنسيبه على النار لحد ما يغلي. وعصرنا عليه عصرة ليمونة. عندك ملح، آم، ملح ليمون ممكن تحطي. وحطينا شوية من الفانيليا السايلة. كل ده على الشربات. الحلة اللي احنا حطينا فيها المية دي اللي هي الكوباية ونص من المية، اول ما تبتدي تغلي هنكون احنا محضرين ايه؟ كوباية وربع من الدقيق عليهم معلقة كبيرة كستر ومعلقة كبيرة من النشا. ما عندكيش الكستر ممكن تحطي بداله النشا وتستغني عن الكستر. بس عايزة اقول لكم ان الكستر بيدي لون تحفة للعجينة وبيدي تيست برضو لبلح الشام. زي ما انتم شايفين كده المية غليت على النار. هوطي النار وهبدأ أنزل بالدقيق، ومع التقليب المستمر هفضل أعجن كده بالمعلقة أو بالسباتيولا زي ما تحبي على نار هادية. مفيش 3 دقايق أول ما أحس إن العجينة بقت قوامها حلو كده هطفي النار. طفيت النار زي ما انتم شايفين وهبدأ أقلب في العجينة يمين في شمال لحد ما تبرد. الغرض من اللي أنا أفضل أقلب فيها كده إن أنا ببرد العجينة. وطبعا بقى مفيش مانع ان انت تعملي كوباية شاي تروقي دماغك بيها كده. وهو 10 دقايق مسافة ما هتشربي كوباية الشاي هتلاقي احلى بلح شام. وهتلاقيه، انا بجد هتلاقيه احلى من بره. انا كنت نفسي اسمعكوا ولادي بتقول ايه. يعني بالنسبة لبلح الشام، والله انا مازن بيقول لي يعني ما شاء الله الله اكبر. انا مازن بيقول بجد يا ماما احلى من بره، مقرمش من بره وفي طراوه كده من جوه جميله قوي. اما بالنسبه للشربات هو طبعا ما يعرفوش ان ده شربات. بيقولوا لي مازن بيقول لي انت يا ماما شاريه العسل منين؟ انت اشتريتي عسل منين؟ من كتر ما قوام الشربات جميل واكنه عسل بالظبط. شكلنا بايه؟ بقمع. اي قمع موجود عندك ممكن تشكليه بيه. يعني القمع بتاع بلح الشام، قمع بتاع بلح الشام اللي هو بتاع البيتيفور اللي هو بيبقى مشرشر ضيق ده. السنون بتاعته اللي بتبقى مشرشرة ضيقة انا ما عنديش. كان عندي اللي هو شكلين تانيين كده سنون برضو كده بس مش ضيقة عملت بيهم. واحدة طلع رفيع شوية والتاني طلع أتخن. اللي طلع أتخن كان أحلى، بيدي شكل بلح الشام بالظبط. كرموتي كانت في الدرس ولسه واصلة وهتبدأ بقى معايا من دلوقتي. هتقف علشان تدوق وتقول لي رأيها. حطيت على النار زيت. الزيت بيبقى بارد. أول ما بيبدأ يدخل في سخونة هكون أنا مقطعة البلح الشام وهنزل بيه على طول في الزيت. وهبدأ أعلي شوية بشوية. كل ما الزيت يغلي أو يسخن هبدأ إن أنا اهديه شوية علشان كل دور من بلح الشام ابدأ اهدي شوية. طبعا بقى مازن جه داق. اول ما داق قال لي، جه تاني قال لي يا ماما هاتي ده طعمه جميل جدا. طعمه جامد. كل شويه يقول لي جامد. وكارما طبعا لسه جايه من الدرس حتى ما اتغدتش. وقفت على طول ان هي ايه، عايزه بلح الشام وكده.
ما شاء الله الشربات تحفة، عامل زي العسل بالضبط، وبسم الله ما شاء الله يعني أنا مش قادرة أقول لكم مش دي الكمية اللي طلعت من كوباية ونُص، كوباية ونُص دقيق مش ديّة الكمية اللي طلعت، هي نُص الكمية بس. هابدأ بقى إن أنا أرصّها كده، وبألف هنا وشفا، ويا رب إن شاء الله الفيديو يعجبك، ولو عجبك ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب للقناة لو أول مرة تشوفي القناة، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مني إن شاء الله، وأشوفكم في فيديو جديد وفي وصفات جديدة، كل يوم أكلة وكل يوم حاجة مسكرة في الشتا اللي احنا فيه، والشتا والبرد بيحب الحاجات المسكرة. حاجة بسيطة خالص هتعملي أحلى بلح شام لأولادك، حاجة تفرحهم، وفي 10 دقايق بتكون خلصانة. يلا أشوفكم في فيديو جديد، وباي باي.